في قلب مصر القديمة وتحديدا داخل مجمع الأديان يقف معبد بني عزة شاهدا على قرون من التاريخ والتعايش. المكان ده مش بس معبد يهودي أثري لكنه صفحة مهمة في تاريخ التنوع الديني في مصر. تاريخه بيرجع للقرن التاسع الميلادي، وبيتقال إن الموقع كان في الأصل كنيسة قبطية قبل ما يتحول لمعبد يهودي يحمل اسم النبي عزة. شهرة المعبد وصلت للعالم كله بعد ما اكتشفوا جنيز القاهرة، وهي مجموعة من النوادر من المخطوطات والوثائق التي كشفت تفاصيل دقيقة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لليهود في مصر عبر مئات السنين. من داخل هتلاقي الطابع الأندلسي في زخارف الخشبية والبساطة اللي بتميز العمارة، وكأن الجدران نفسها بتحكي قصة زمن طويل من التسامح والإنسانية. معبد بني عزة مش مجرد أثر، ده دليل حي إن أرض مصر كانت دايما ملتقى الحضارات والأديان، وإن تاريخها بيأكد إن الحكاية دايما اسمها مصر.